يلا بينا بقى نعمل أكلة من الأكلات الشتوية الجميلة جدا واللي بتدفينا كده وطعمها خطير. وهنعمل جنبها كمان التتبيلة بتاعتها الجميلة اللي بناكلها جنبها. شايفين الشوربة بتاعتنا؟ تعالوا بقى نعمل طبق البصل الخطير اللي ما تقدريش تستغني عنه جنب الشوربة بتاعتنا بتاعت النهاردة. هتجيبي بصلاية وتقطعيها حلقات مدورة، وبعد كده تقطعيها في الطبق. هتحطي عليها ليمونة كاملة معصورة، هتحطي عليها معلقتين من الخل، رشة من الكمون، وملح وفلفل رشة، وتحطي عليها ربع كوباية من المية، وتسيبيها على جنب شوية لحد ما التتبيلة تاخد في بعضها. وتفرجي بقى على احلى طبق بصل هتدوقيه خطير من كتر حلاوته. هتقعدي تعمليه كل شوية جنب الاكل. طعمه مسكر جدا، مش هتحسي خالص ان البصل اللي انتي بتاكليه فيه حرقان او ان هو مش قادرة تاكليه. لا، جميل جدا. يلا بقى نخش على الوصفة بتاعتنا. الشوربة بتاعتنا هي شوربة العدس الخطيرة. هنجيب كوباية من العدس الأصفر وهنغسلها كويس قوي تحت الحنفية لحد ما المية بتاعتها تبقى مية صافية خالص. وبعد كده هتحطي عليها طماطماية مبشورة، جزراية مبشورة، بصلاية مبشورة، وخمس فصوص من الثوم، وبطاطساية مبشورة. ليه انا بشرت الخضار كله؟ عشان كل ما انتي بشرتي الخضار هتستوي اسرع على البوتاجاز. الحاجة اللي انت حطاها كلها فيها نشا، فالنشويات اللي انت حطاها ما تلزقش في الحلة. كمان كل ما كانت الشوربة كلها كل حاجة فيها تكون زي بعضها، السوا بتاعها هيبقى واحد. يعني انا عندي حبيبات العدس صغيرة، يبقى لازم كل اللي انا حطاه جوه الحلة يبقى صغير زيها عشان ياخد سوا بسرعة. الجزر بياخد سوا كتير، البطاطس بتاخد بسرعة، فانا عايزة كله يبقى سوا واحد. فانا بشرت كل الخضار اللي عندي وحطيته في حلة واحدة مع العدس، حلة مليانة من المية، يدوبك المية مغطية العدس بشبرين او اللي هو بايه 2 سنتي. تمام. اول ما العدس مع الحاجة تغلي وتحسي ان هي استوت، نحطها على نار هادية. طبعا اول ما نحس انها استوت هسيبها على جنب شوية تهدى، وبعد كده هبتدي ان انا اضربها بالهاند بلندر كويس جدا. تمام. وبعد كده هجيب بقى حلة نظيفة واحط فيها معلقة من السمنة واحط فيها معلقتين من الشعرية واحمرهم كويس جدا.